السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعضينا في حاجة مهمة جدا، وهي الموبايل اللي كل واحد شايله في إيده. طبعا النهاردة الموبايل ده طبعا مع الأولاد الصغيرين ومع الكبار ومع كل الأسرة يعني. الموبايل ده ممكن يبقى حاجة كويسة وممكن ما يبقاش حاجة كويسة. الحاجة الكويسة إن حد بيعمل عليه شغله، حد بيرد على التليفون، لكن ممكن الموبايل ده يبقى في إيد بنت. طبعا الأب ما يعرفش عنها حاجة. ممكن يبقى في حاجة مش كويسة، ولذلك إن كمان الولد اللي بيمسك الموبايل الصغير اللي هو ممكن يخش على حاجات احنا ككبار ممكن معرفش اخش عليها. يا ريت يا ريت لكل اب وكل ام ياخدوا بالهم من اولادهم، لان الولد النهارده او البنت بتعيش مع الموبايل اكتر ما بتعيش مع والدها ووالدتها. يا ريت الأب والأم ياخدوا بالهم من عيالهم، لأن التكنولوجيا كل ما بتعلى سبحان الله برضو على قد ما هي كويسة وبتخدم الإنسان، بس برضو بيبقى ليها أخطاء. فطبعا احنا كنا زمان التلفزيون كان عندنا هما القناتين الأولى والتانية، وإن شاء الله لما فتح التالتة بقينا مبسوطين. يعني كان عندنا هو كان اليوم المفتوح والحاجات اللي زي كده. دلوقتي التلفزيون شغال 24 ساعة والموبايل. وكان عندنا يعني الأساليب بتاعت الترفيه، كنا نتفرج على فيلم فيديو، نتفرج على مثلا حاجات زي كده. فكان اساليب الترفيه كانت قليله، وكنا يعني كنا كويسين يعني بين زمان وبين دلوقتي. ما كانتش الحاجات انتشرت جامد كده. انما دلوقتي الموبايل بقى حاجه مهمه جدا. على قد ما هو مهم جدا، على قد برضو ما انا بقول للاب والام ياخدوا بالهم من عيالهم. النهارده الموبايل حاجه ممكن تستعملها كويسة، وممكن تستعملها في حاجة تانية مش كويسة. فيا ريت يبقى في كنترول على الأولاد والبنات. وأنا ده والله أنا بقوله عشان أنا زي ما قلت لكم قبل كده إن أنا بحب أعمل محتوى ينفعني وينفع الناس. وإذا إن شاء الله عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير، وان شاء الله احنا بنحاول مع بعضنا ان احنا نبقى من احسن لاحسن ان شاء الله. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.